الزمالك بيخسر امام سموحه 1-0 في كاس العاصمه او كاس الرابطه. انا كان نفسي اجي اقول احنا خسرنا عشان لا، طب اصل كنت بلعب بالناشئين، لا، طب كنت بلعب بلعيبه عندها 20 سنه عشان 20 سنه عندنا هو لاعب لسه اكنه معاه شهاده معامله اطفال فلا يسأل عن اي شيء، لا. طب كان نفسي اقول ان احنا عندنا 10 15 لاعب دولي، فوالله لا برضه هي مصيبه سودة. الزمالك في كاس الرابطه بيلعب بلعيبه اساسيه، احنا ما عندناش كوره ولا لعيبه. طب بص انا هجيب لعيبه من فلسطينيين عشان بيتعاملوا معامله اللاعب المصري لا بلح. طب بص هجيب لعيبه تحت السن افارقه زي اوشن بلح. طب بص هجيب لعيبه من فاركو عشان يعني من شركه فاركو الادويه عشان يداووا جراحنا بلح رجعهم تاني. طب بص انا هجيب بقى برازيلي على الله ان شاء الله، انا هعتمد على الناشئين زي هشام فؤاد. هو تقريبا جه معانا بالغلط. الزمالك مشكلته مش مؤامره، لا، هو الزمالك مشكلته ان هو ما عندناش ضمير في الاداره في نادي الزمالك. اي حد عايز يخش النادي لازم يحلبه كده، يحلب ويحلب ويحلب، فنقعد نمشي اللعيبه ونجيب لعيبه، نمشي لعيبه ونجيب لعيبه، ده غير قطاع الناشئين اللي هو فاشل وزي الزفت. الزمالك مشكلته كلها في الضمير المسؤول اللي بيمسك نادي الزمالك وبيوافق على اللعيبه دي اللي بتلبس تيشيرت الزمالك، النادي اللي احنا بنشجعه اللي انشئ عام 1911، ولكن بالظبط احنا بالظبط كده عاملين زي عربيه بي ام 2025 حط لها موتور 27. الزمالك بيخسر امام سموحه 1-0 في كاس الرابطه. والله مهم جدا نظامكم تاتش جدا الفيديو فولو طبعا مهم جدا. طب ما تشوفني سلام.